السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ ما تنسوش تذكروا الله. هعمل بقى معاكم تشيكن باستا بصوص البشاميل. يلا بينا نبدأ. في طاسة بقى على النار حاطة فيها زيت، وهنزل فيها نص صدور بانيه مقطعة مربعات بالشكل ده، وهقلبهم بقى ياخدوا كده تشويحة بسيطة. البانيه بقى بعد ما اخد لون بسيط كده بس هحط عليه الملح والفلفل الاسود والكاري، بابريكا وشطة وتوم باودر والسبع بهارات. هقلبهم بقى مع بعض وخلي كده التوابل تتوزع على الفراخ كلها. كده بقى قلبتهم كلهم مع التوابل والفراخ خلاص استوت. هطلعهم بقى في طبق وهسيب الصوص بتاعهم او التتبيلة دي هسلق فيها المكرونة علشان تاخد من طعم التتبيلة. خلاص بقى طلعت الكمية كلها. هبتدي بقى اسلق المكرونة. هزود بقى مية في التتبيلة دي. كده بقى المية خلاص سخنت، هنزل فيها المكرونة علشان تتسلق. انا عايزة المكرونة 3/4 سوا بس. هقلب بقى المكرونة كلها علشان تاخد من طعم التوابل. هسيبها بقى تتسلق، وعقبال المكرونة ما تتسلق يلا بينا نعمل صوص البشاميل. في حلة بقى على النار حطيت فيها معلقتين زبدة كبار، وبعد الزبدة ما ساحت هحط بقى معلقتين دقيق هرم او مليانين على الاخر، يعني معلقتين كبار، وهقلبهم بقى بالشكل ده. هخليها بقى على نار متوسطة او نار اقل من المتوسطة علشان البشاميل ما يتحرقش. وبعد ما دمجت بقى الدقيق مع الزبدة هقلبهم كده دقيقتين على النار، وبعدين هنزل بقى باللبن تدريجيا. هقلب وبعدين هنزل شوية بشوية. والحركة دي من انجح الحاجات اللي بتخلي البشاميل يكون ناجح، ان انتوا تنزلوا اللبن كده بالتدريج. هستمر بقى بالتقليب كده علشان البشاميل ما يكلكعش مني. وبعد ما اتأكدت بقى ان البشاميل مش مكتل هحط بقى مكعب مرقة وملح وفلفل اسود، ويفضل لو موجود فلفل ابيض. وهقلب بقى كويس، ولو حسيتوا ان البشاميل لسه تقيل معاكم ممكن تخففوه بشوية لبن. شايفين بقى ده شكل القوام اللي انا عايزاه للبشاميل. على فكرة البشاميل اللي بعد ما بيبرد بيتقل. وكده المكرونة خلاص استوت 3/4 سوا. في صينية بقى هحط فيها صدور الفراخ، والطبقة التانية بتاعتها هحطها زيتون. انتوا ممكن تحطوا فيها اي حشوة تانية غير الزيتون، يعني مثلا مشروم، الحاجة اللي تفضلوها حطوها. وبعد ما حطيت الزيتون بالشكل ده هنزل بقى عليه المكرونة كلها. هبدأ بقى افردها في الصينية بالتساوي. بعد ما حطيت المكرونة هحط بقى صوص البشاميل عليها. بقى اوزع البشاميل على المكرونة كلها. وبعد ما وزعت البشاميل عليها بالشكل ده هدخل بقى الصينية الفرن دقيقتين او 5 دقايق على حسب ما انتوا حابين بقى الوش بتاعها يكون عامل ازاي. بعد 3 دقايق طلعت الصينية من الفرن. شايفين بقى كده جاهزة للأكل. لو حابين ان الوش بتاعها ياخد لون خلوها شوية في الفرن. شايفين بقى شكلها بجد كان طعمها لذيذ جدا وريحتها كانت ولا اروع. وكده نكون عملنا مع بعض تشيكن باستا بصوص البشاميل. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتس عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه، ودعموني بلايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وبس. باي.